اكتر الحاجات اللي ساعدتني ان انا افضل متعفنه في السرير كانت ايه؟ نتفليكس. كنت في رot فيز، او بمعنى اصح كنت بعفن في السرير، او بيحصل مع تغيير الفصول which is fine، بس انا عايزه اطلع منه. عشان لو انتي مثلا عندك مذاكره او عندك شغل وعايزه تطلعي من هذا الشيء، فدول 6 حاجات انا عملتهم. اول حاجه غيري مكانك. لو انت على طول قاعده في الاوضه اطلعي بره، اقعدي في الريسبشن، اقعدي في الليفينج روم، ابعدي بره المكان اللي انت عفنتي فيه. بلاش تجيبي اكل من بره، عشان اكل من بره ده بيساعد ان احنا نتخامل اكتر. بدليه بفاكهه، خضار، عصاير. اكتر الحاجات اللي ساعدتني ان انا افضل متعفنه في السرير نتفليكس. في النتفليكس وبداله هنقرا كتاب. عايزه اقول لكم على كتاب حلو قوي، ونوسه بيتكلم عننا، فممكن نستبدله بكتاب، والأحسن يكون بالعربي عشان يبقى سهل القراية بتاعته. تيكي شاور بيساعد قوي ان هو يعمل لنا ريفرشمنت. واخر حاجة، اطلعي بره البيت كله، جو فور ووك حوالين حاجة فيها زرع علشان يحسن هرمونات السعادة، ويبعدك بره المكان اللي انت عفنتي فيه which is obviously اوضتك او سريرك. ودول شوية حاجات بس عشان تبعدنا عن التعفن في الشتاء. شكرا.